السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مطبخ ربة منزل كويزين ريم. نتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ودعموني حبيباتي بالتعليق وبارتاج والجام. مشاهدة ممتعة. وصفة جديدة وفيديو جديد، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كل بخير. اليوم جيتكم بوصفة البطاطا لابيوري بطريقة المطعم. عندي 2 حبات بطاطا، قشرتهم، نقيتهم، غسلتهم، حطيتهم، قصيتهم مربعات، وحطيتهم يتغلاو فوق في الماء بشويه ملح. تحبوا تضيفوا الفلفل الاسود ضيفوا على رواحكم الفلفل الاسود. اذا لهنا عندي شرائح تاع سكالوب، رحت غسلتهم مليح، ملحتهم، نضيف لهم الكركم عفوا، ضفت لهم الكركم. يعني انا هذا الكركم ما نستغناش عليه في الاكلات تاعي كاملين، على خاطر عندي اطفال صغار في الدار، يعني ماذا بيا نطيب لهم حاجه صحيه. وانتم ماذا بيكم لا عندكم الفلفل الاسود ديروا فلفل احمر حار، يعني ديروا لي زيبيس اللي موافين ديروهم. لهنا في مقله رحت حطيت شويه تاع زيت، حب ركاكه 3 مغارف تاع زيت، وضفت لها مغرف تاع زبده باه تحمر لي الشرائح تاع السكالوب جيد. اذا لهنا رحت حطيت بعد ما دابت الزبده هذيك حطيت الشرائح تاع السكالوب كيف راكم تلاحظوا. لي موافقه تجاهل لابيوري تاعها، يعني مش بنينه ومش ملاحه وماهيش خاطره ولاصوص تاعها يعني ما تعجبش. تبعوا الطريقه تاعي يعني بالتفصيل الممل. هذه الوصفه للامانه وصفه اختي، كنت كي نروح لها ضيفه نلقاها دير لابيوري بالمرقاز، لكن اليوم انا بارطاجيتها معكم بالسكالوب. البنات لهنايا البطاطا طابت زبده، رحت ضفت لها 4 مغارف تاع حليب، وزدت ضفت لها فرماج. الفرماج اختياري، عندكم مثلثات، عندكم تاع الميزان، عندكم المكعبات هادم، ديروا الفرماج اللي تحبوه. مثلا المثلثات ديروا 2 فرماجات، ما تملحوش، عندكم الملح عندكم الملح، باسكو كي تضيفوا الفرماج راهو يزيد تملح معاكم. لهنا زدت ضفت لها في الاخير مغرف كبيره تاع زبده ورحيتها كامله براميكسر وغطيتها، ونزيد نرجع للسكالوب تاعي باه نحمرو مليح، ونرجع نشوفوا لاصوص تاعنا كيف نديروه. البنات اللي وصلوا معايا نص الفيديو، ماذا بيكم ديروا لي جيم فضل وليس امر، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. البنات لهنا بعد ما حمر معايا سكالوب، نروح نجيب الخل 3 مغارف ولا 2 مغارف تاع خل، ونص كاس تاع حليب، ونخلط مليح مليح مليح، ونجيب شويه ملح، يعني ذوقوا لاصوص تاعكم باه ما تجيكمش مالحه بزاف، ونجيبوا قرصه تاع فلفل اسود، يعني الفلفل الاسود حسب الذوق، هي لاصوص لازم لها الفلفل الاسود. هنا البنات حنعطيكم السر كيفاه تجي لاصوص ثقيله. السر هذا ديتو من عند اختي للامانه، يعني شفتها نهار من نهارات، شفتها قاعده طيب في لابيغي، والحقيقه سرقتها من عندها، ولات تجيني لابيغي تاعي ولا صوص بليتو مش لابيغي، تجيني هايله هايله هايله. هذا هو السر. لاصوص تاعي بعد ما تدي الغلوه نهزو لابيغي هذيك البطاطا اللي رحيناها، نهزو مغرف ولا 2 مغارف تاع لابيغي ونتقلوا بها لاصوص تاعنا. شوفوا كيف ندير البنات، لازم ما نخليوش الحبيبات هذيك تاع البطاطا باه تجيكم لاصوص رطبه هايله. شوفوا كيفاه، والله يا البنات جربوها مشكم رايحين تندموا. هذه هي طريقة المطاعم والسر تاع السكالوب، كيف يجيكم معسل وكيف يجيكم يبرق، وما يجيكم مش شايح. اذا لهنا لاصوص تاعي صاي راهي خدات الغلوه تاعها الاولى، نروحوا نجيبوا السكالوب هذاك اللي حمرناه ونحطوه فوق لاصوص. لهنا نحطوه في لاصوص، يعني به ميم طون نروحوا نسخنوه باسكو يكون برد ديجا، نسخنوه وميم طون يهز هذاك التعسال تاع لاصوص. شوفوا كيفاه يهز البريق تاع لاصوص. اذا وبالصحه والراحه ليكم حباباتي، جربوها وما تنسونيش، ما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير كيفاه جاتكم لاصوص وكيفاه جاتكم لا بيغي. لهنا شوفوا لا بيغي تاعي كيفاه جات رطبه هايله، المغرف تاع الزبده هذيك عطاتها واحد البريق ما شاء الله. ومام حتى التحمر تاع السكالوب به ما تاكلوش
تاكلوهوش شايح، لازم ترجعوه في لاصوص البنات. كي ترجعوه في لاصوص ديروا الديكور تاعكم تاع الصحن، ديروا بالطريقه تاع المطاعم، يعني تزيين يكون اختياري حسب الذوق تاع الانسان. انا الحقيقه راني حضرتها لا بيغي هذه لوليداتي، وما بطون زينت لكم بالشي اللي عندي. اذا البنات ما بقى لي واش نقول لكم، ان شاء الله تجربوا الوصفه هذه وتقولوا لي في لي كومونتير، وما تنسونيش من الجيم، بارك الله فيكم، ما تبخلونيش من الجيم، طلعوا لي الفيديو، الله يحفظكم ان شاء الله، ودعموني ونحيوا لي الحظر تاع القناه، الله يستركم. اذا ما بقى لي الا نقول لكم في امان الله وحفظه في وصفه اخرى ان شاء الله.